حطيت اللحم، شوفوا ما راح احط ماي، بس راح احمس اللحم مع البصل وكل شيء. اول شيء باللحم يتحمر بدون اضافة اي شيء. شوفوا هذا الشحم كاهو، يعني الجدر. احط البصل، شوفوا، وبهارات صحيحة شوي. حطينا الطماط والجزر وخلصنا. ما راح احط ماي، بسكر الجذر كذي. الذبيحة خلاص استوت. شوفوا ايش قاعدة اشيل، انا ما حطيت زيت. هذا الشحم مال اللحم بشيل منه، وبعدين هني صوريت. شوفوا راح نحط الماي والعيش فوقه، ما راح اشيل ولا شيء. الحين خلاص راح نحط الماي قبل العيش. شوفوا الماي، لون الماي صارش حلوه، العيش كله راح الحين نضيف العيش. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. راح نسكر القطع بس عادي ما نضغطه. شوفوا كذي، اوكي. راح نسكر القطع شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. والحين مع أجمل لقطة، نجبة العيش ما شاء الله تبارك الرحمن. ما أدري شلون نشوف. شوفوا 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 العيش. طبعا أكيد بيكون تحت لاصق شوي. شيلي هذا عشان اليهال مو زين، هذا حمص بس عادي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا حبة العيش تبارك. صدقون انه ماني قادر انشف. شوفوا العيش ما شاء الله بروحه يتفتش تبارك الرحمن. ما شاء الله عليه، والله يعطيني العافية. قولوا ما شاء الله. والله يحفظني، والله يعطيني العافية، خليني حق عيالي وابو سالم واهلي. شوفوا شوفوا والله يعطيني العافيه ويحفظني. ايش رايكم فيني؟ مضبوطه فوق وتحت، متفتش وجاهز. وهذا الشكل النهائي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اللحم اصلا ما يحتاج، ولون اللحم وشقول وشحشي وبالعافيه. شوفوا العيش، شوفوا حبه العيش.